واش عمرك تخيلتي تكون في شي دوار بعيد في المغرب، لا ريزو لا 4G حتى مكالمة صعيب دوز؟ دابا تخيل معايا انترنت سريع يجيك من السما مباشرة. هادشي ماشي خيال وانما ستارلينك، المشروع ديال ايلون ماسك اللي ممكن يقلب الموازين في المغرب كامل. ولكن السؤال الكبير، واش فعلا غادي يدخل المغرب؟ وشكون اللي واقف في طريقه؟ واش غادي يهبط الثمن ويخلي شركات الاتصال تحشم شويه؟ ولكن قبل ما نكمل، كتب لينا في كومونتير واش انت من الناس اللي كيعانيوا مع ضعف الانترنت وفين ساكن بالضبط. وما تنساش دير لايك واشترك في القناه، ندفعوا هذه القناه اخوتي. ستارلينك هو خدمه انترنت عبر الاقمار الصناعيه، كيقدم انترنت سريع حتى في المناطق اللي ما وصلها حتى تغطيه. من الايجابيات ديالو انترنت سريع بدون حاجه لخط ارضي، كيخدم حتى في المناطق الجبليه والصحراويه. ممكن يفتح فرص جديده، التعليم عن بعد أو العمل عبر الإنترنت، وكيحل مشكل العزلة الرقمية. ولكن ماشي كلشي مفروش بالورود، كاينين عراقيل. القوانين والتنظيمات الخاصة بالاتصالات، ضرورة الترخيص من طرف الدولة، احتمال ضغط من شركات الاتصال المحلية، ثمن الاشتراك ممكن يكون غالي في البداية. بطبيعة الحال دخول ستارلينك غادي يخلق منافسة قوية. وهنا السؤال، واش شركات الاتصال المغربية غادي تحسن الجودة ولا غير غادي تحاول توقف المنافس الجديد؟ واش الثمن غادي ينقص؟ إلا دخل ستارلينك فعلا المنافسة غادي تكون شرسة، وغالبا هذا الشيء غادي يضغط على الشركات باش تحسن في الصبيب وتنقص في الثمن وتقدم عروض أحسن. ولكن هذا الشيء غيبقى مرتبط بواش الدولة غادي تفتح الباب فعلا لهذه المنافسة أو لا. في الأخير ستارلينك ممكن يكون ثورة حقيقية في المغرب، خصوصا الناس اللي مهمشين رقميا. ولكن الطريق مازال طويل والصراع باقي مفتوح. دابا بغيت نسمع الرأي ديالك، واش كتظن أن ستارلينك خاصو يدخل المغرب ولا شركات الاتصال الحالية كافية؟ وبيني وبينكم راه ما كافياش. ما تنساوش ديروا لايك، تشاركوا الفيديو مع اصحابكم، ديروا ابوني، فعلوا الجرس باش ديما بقى يوصلكم الجديد. وديروا ابوني اخوتي، تعاملوا معنا وتعاونوا معنا باش نطلعوا هذا الشيء.